هنا طبعا نحن ككرد عرفنا أنه في نبي يتكلم زينا بلغتنا فهو نبينا. فريشتاق روشن النبي ماني ابن بديق نبينا لأنه يتكلم زينا. شو السبب؟ شو هو السبب اللي اللغة اللي يتكلم بها النبي ماني ابن بديق اللي لقبه فريشتاق روشن رسول النور أو ملاك النور يتكلم بلغتنا؟ يعني مثلا النبي ماني اشتغل محرك الزمن ورجع اتعلم عندنا ورجع لزمن واتكلم، كيف لحد؟ ليش لغته تشبه لغتنا؟ سؤال منطقي بسيط. غير احنا منه وهو منا، ولا ليش لغته هي لغتنا؟ هنا عرفنا انه عندنا نبي ماني ابن بديق كردي ابن كردي، خلاص انتهى، نحن احفادهم. وعرفنا انه النبي ماني كان يقرأ وعنده اتباع مثل ما أبوه. وعرفنا أنه كانت عندنا مدينة اسمها إيش؟ هلوان كما تذكر النص. وعرفنا بالتأكيد 1,000,000% 150% مليون أنه عندنا لغة قديمة مو اسمها لغة كردية، لا، اللغة الكردية هي منها اسمها زواني بهلوانيك، اللغة زماني بهلوانيك، اللغة لغتنا. وعرفنا أن لها خطا وملكنا. هذا استقراء التاريخ، هذا استقراء تاريخ. إذا أجاك واحد قال لك أنت وين عندكم حضارة تكتبون، ولا لك يا ابن الكذا والكذا، جيب له هاي النصوص الباهلية اضربها في وجهه، قول ما هي مكتوبة بلغتنا. هيو تعرف كردي عشان أقرأ لها بترجم لك، روح جيب قاموس كردي تعال. هكذا أنا استقرأ التاريخ من النصوص البهلوية تاريخ وأملأه ملأً.